عمرك سألت نفسك ليه في ناس بتنجح بسرعة وتحقق أهدافها وفي ناس تفضل واقفة مكانها؟ السر مش في الحظ ولا الظروف. السر في العادات السبع للناس الأكثر فاعلية اللي كتبها ستيفن كوفي. الراجل ده مش مجرد كاتب، ده كان مدرب حياة بيحب يساعد الناس يلاقوا طريقهم وسط الزحمة والضغوط. كتب كتابه الشهير العادات السبع للناس الأكثر فاعلية، والكتاب ده بقى علامة فارقة في عالم التنمية البشرية، مش بس لأنه بيقدم أفكار، لكن لأنه بيغير طريقة تفكيرك من الأساس. في الفيديو ده هنعرف إزاي العادات دي ممكن تقلب حياتك رأساً على عقب بخطوات بسيطة، بس تأثيرها ضخم جداً. خلينا ندخل في قلب الموضوع ونحكي عن العادات دي بأسلوب بسيط. أول عادة: خليك مبادر مش رد فعل. الناس اللي فعالة مش بيستنوا الظروف تتحكم فيهم، هم اللي بياخدوا خطوة وبيقرروا وبيتحركوا. يعني بدل ما تقول الجو وحش مش هعرف أذاكر، قول أنا هذاكر في أي مكان حتى لو الجو مش مساعد. تاني عادة: ابدأ والنهاية في دماغك. يعني قبل ما تبدأ أي حاجة تخيل النتيجة اللي عايز توصل لها. لو داخل مشروع شوف نفسك في الآخر عايز تحقق إيه، ده بيخليك ماشي بخطة واضحة مش عشوائي. تالت عادة: الأهم قبل المهم. في حياتنا دايما في حاجات مستعجلة وحاجات مهمة، والناس الفعالة بتعرف تفرق بينهم. مش كل حاجة لازم تتعمل دلوقتي، لكن كل حاجة مهمة لازم تاخد وقتها. رابع عادة: فكر بمنطق الكل يكسب. العلاقات مش معركة، لو بتتعامل مع الناس على أساس إنك لازم تكسب وهم يخسروا هتخسرهم في الآخر، لكن لو فكرت إزاي الكل يطلع مستفيد هتلاقي علاقاتك أقوى وأنجح. خامس عادة: اسمع بتركيز قبل ما تتكلم. الناس بتحب اللي يفهمهم، جرب تسمع بجد مش بس تستنى دورك عشان ترد، ده بيخلي كلامك بعد كده أقوى وأقرب لقلوبهم. سادس عادة: ابني تعاون حقيقي. النجاح الكبير مش فردي، لما تشتغل مع فريق وتستفيد من اختلافاتهم هتطلع بنتيجة أعظم من اللي كنت هتعملها لوحدك. سابع عادة: طور نفسك باستمرار. آخر عادة بتقولك إنك لازم تفضل تطور نفسك، يعني تتعلم وتهتم بصحتك وتنمي مهاراتك باستمرار. وخليني أديك مثال بسيط. تخيل طالب في الجامعة لو طبق العادات دي هيبقى شكله إزاي؟ هيبادر ويذاكر قبل الامتحان بوقت كافي، هيحط هدف إنه يخلص السنة بدرجات عالية، هيعرف يفرق بين وقت المذاكرة ووقت الترفيه، هيشارك زمايله في المذاكرة بحيث الكل يستفيد، هيستمع لنصايح الدكاترة قبل ما يعترض، هيشتغل مع فريق في مشاريع الجامعة، وهيفضل يطور نفسه بالقراءة والتعلم خارج المنهج. النتيجة: طالب مش بس ناجح في الدراسة لكن ناجح في حياته كلها. طيب ليه الكتاب لسه مهم لحد دلوقتي؟ رغم إن الكتاب اتكتب من سنين، إلا إن العادات دي مش مرتبطة بزمن معين، هي مرتبطة بالإنسان نفسه. في زمن السرعة والضغط محتاجين نرجع للأساسيات اللي بتخلي حياتنا متوازنة. وخليني أقولك الأخطاء الشائعة عند تطبيق العادات السبعة. أول خطأ: التسرع في النتائج. كتير بيقرأ الكتاب ويتحمس جدا ويبدأ يطبق العادات كلها مرة واحدة، النتيجة بيحس إنه مضغوط ومش قادر يكمل. الصح إنك تبدأ عادة عادة وتخليها جزء من يومك قبل ما تنتقل للتانية. تاني خطأ: الفهم السطحي. في ناس بتاخد العادات ككلام نظري بس من غير ما تفهم العمق اللي وراها. مثلا عادة فكر بمنطق الكل يكسب مش مجرد مجاملة، دي فلسفة كاملة في التعامل مع الناس. تالت خطأ: التركيز على الآخرين ونسيان النفس. بعض الناس بيطبقوا العادات على علاقاتهم بس وينسوا يطوروا نفسهم. العادة السبعة: طور نفسك باستمرار مش رفاهية، دي أساس الاستمرارية. رابع خطأ: الخلط بين الأولويات والمستعجلات. عادة الأهم قبل المهم بتتلخبط عند ناس كتير، يفتكروا إن أي حاجة مستعجلة لازم تتعمل فوراً فيضيعوا وقتهم على تفاصيل صغيرة وينسوا أهدافهم الكبيرة. خامس خطأ: فقدان الصبر. العادات محتاجة وقت عشان تبقى جزء من حياتك. اللي بيستعجل وعايز يشوف تغيير في أسبوع بيحبط بسرعة. النجاح هنا رحلة مش محطة. خلاصة الكلام: كتاب العادات السبع للناس الأكثر فاعلية مش مجرد صفحات، هو رحلة بتبدأ من إدراكك إنك مسؤول عن حياتك وبتكمل بخطوات صغيرة يومية. ولو فهمت العادات بعمق وتجنبت الأخطاء اللي حكينا عنها هتلاقي نفسك شخص مختلف بعد شهور قليلة. الكتاب ده مش بس للمديرين أو رجال الأعمال، هو لأي حد عايز يعيش حياة منظمة ومتوازنة وفعالة. والجميل إنه بيخاطب كل واحد فينا بلغته الخاصة، سواء طالب أو موظف أو حتى شخص عادي عايز يطور نفسه. لو الفيديو عجبك اعمل لايك واشترك في القناة وفعل الجرس عشان توصلك كل الحلقات الجديدة، وشارك الفيديو مع أصحابك اللي محتاجين بداية جديدة. أشوفكم في فيديو جديد.